ازيكم عاملين ايه؟ انا رحاب ميك اب ارتست. في لوك كده هنعمله بسيط سموكي. هنبدأ ببرايمر بتاع لوريال انفاليبل، وده كونسيلر ويت اند وايلد. هيبقى اساس للاي شادو عشان يدي لون حلو. لوس باودر ريسبون، ودي جي كات بتاعه الباليت روج. اللون الاسود ده عشان يثبت اي لون هحطه فوقيه. الاسود ده انا هدمجه، احطه على جفن العين من فوق. ودي باليت ريفولوشن. هاخد اللون البني احطه على الاسود عشان ادمجه ما يبقاش مبقع، وفرشة منفوشة عشان تفرش معايا الاي شادو كويس. اقعد ادمج 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 عشان ما يبقاش فيه فروق. بعد كده فرشة نظيفة هاخد اللون البيج الفاتح عشان احطه على جفن العين من فوق، اموه بيه الالوان دي عشان يبقى فيه تدرج، ما يبقاش خط اسود وخط بني. وهفضل ادمج بقى كتير، يعني مش هنزهق من الدمج عشان يبان شكله كويس. بعد كده جليتر من كاركتر احطه فوق اللون الاسود الاي شادو اللي انا حطيته. مش هطلع بيه لفوق قوي، هو بس الجفن المتحرك وخلاص. بعد كده الفاونديشن ده ميلاني حلو جدا، والكفر بتاعه ميديم مش تقيل قوي. وهدمجه بالفرشة، وزي ما انتوا عايزين بفرشة او بيوتي بلندر عادي. كده كده انا هستخدم البيوتي بلندر بعد شوية. هدمج بالبيوتي بلندر عشان اشيل الزيادات، لان الفرشة مش بتفرد الفاونديشن كويس. هسحب اي زيادة اتحطت او اي خطوط. البيوتي بلندر طبعا هتكون مبلولة، تتبل وبعد كده تتعصر ونمشيها على الفاونديشن. بعد كده كونسيلر ده بتاع لوريال انفاليبل، الكفر بتاعه حلو قوي وتقيل. وده الكونتور الكريمي بتاع فلورمار. بعد كده ده تنت مايت سينما، وهدمجه بفرشة. هدمجه كويس عشان ما يبقاش مخطط. وبالبيوتي بلندر هدمج الكونسيلر. انا سبت الكونسيلر شوية عشان يتقل، ما فردتوش على طول علشان الكفر بتاعه يبقى اعلى. دمجته اخر حاجة خالص. بعد كده همشي بقى بالبيوتي بلندر على وش كله عشان اي حاجة مش مدموجة تدمج مع بعض، ما يبقاش ان انا حاطه خط كونتور خط تنت الكلام ده. لوس باودر اريسبون خطيره خطيره شفافه. هحط تحت عيني طبقه بسيطه جدا خفيفه عشان ما تكتلش، وبعد كده هنور بقى وشي كله بيها عشان تثبت الفاونديشن. ده جل بتاع الحواجب من لاجيرل، درجته سوفت براون. ودي فرشه رفيعه كده هسرح حواجبي الاول، وبعدين ابتدي ارسم بيها. انا بملى فراغات مش برسم الحاجب كامل.
بسرحها بقى واثبتها بالشكل اللي انا عايزاه عادي. ده ايلاينر، هو ديب لاينر مش الفرشة. للناس اللي ما بتعرفش ترسمه، بصوا انا ساندة ايدي ازاي على خدي عشان تبقى ثابتة. انا لو سايبة ايدي على الهوا مش هتثبت. والناحية التانية نفس الكلام، بسند ايدي على وشي عشان ايدي تبقى ثابتة في الخط. طبعا عشان انا جفني مبطن اصلا والجفن صغير، مش برسم ايلاينر لحد جوه عيني قوي، هو بس الطرف. دي مرحلة الرموش بقى. ده لزق لانيل. هاخد من اللزق ده على الرمش كله، واتأكد ان في لزق على الخطوط. لزق سوري على الطرفين عشان ما تتفكش مني لو مثلا في المناسبة او حاجة. هخليها مدورة كده، اعملها بصوابع الاتنين زي ما انتوا شايفين، عشان لما اجي احطها تبقى سهلة، تبقى واخدة تدويرة العين. وبعدين هثبتها على الرمش الاصلي. هثبتها كويس عشان ما تتفكش، اهم حاجة. برضو العين التانية نفس الكلام. بحاول اثبتها على قد ما بقدر بايدي كده، بضغط عليها، واللزق جه في ايدي عادي برضو. وبس كده. بعد كده هعمل بالايلاينر ده، ايلاينر اماندا ديب لاينر برضو. لما بركب الرموش انا عايزة الخط يبقى كله واحد، فانا هعمل اول جزء خالص اوصل بين الرمش وبين جفني، بحيث ان العين تبان مسحوبة اكتر. هعدل على الخط الاولاني اللي انا عملته. بعد كده ده قلم بني من ميبلين، هستخدمه كحل في عيني كلها، وهثبته بعد كده باي شادو عشان ما يسحش مني. اهم حاجة اي كحل هتحطيه سواء اسود او بني او اي لون، تحطي اي شادو بعدها من تحت عشان يثبته وما يسحش منك في نص اليوم. حتى اي شادو بني وهدمج بقى تحت العين. بعد كده هاخد لون انتقالي لونه اورنج، هحطه من تحت العين برضو، بيدي شكل حلو. هاخد بعد كده لون شمري، الفرشة دي اللي هي مش منفوشة، هي مبططة، هحطه في اول عيني عشان الحركة دي بتوسع العين قوي. اي لون شمري، يعني ممكن من الهايلايتر عادي.
بعد كده هنضف الكلام ده كله بلوس باودر ريسبون نفس الكلام. والسبونج دي حلوة قوي يا جماعة، هي مثلث كده بيدخل جوه تجويف العين فبيخلي الشكل حلو مظبوط. ماسكارا اسنس سلاش برنسس، هحط في الرموش اللي من تحت ومن فوق بس عشان اربطها بالرموش اللي انا ركبتها مش اكتر. دول درجتين بلاشر من سيبال، درجة 05 و07. انا بحب الاتنين على بعض بصراحة، واحدة بني وواحدة روز كده، حلوين قوي. هايلايتر ده بتاع مايت سينما، جميل يا جماعة، خطير ومش غالي. بصوا بينور ازاي. بعد كده هحط منه في مدمع العين عشان ينور كده ويوسع العين. ده ليب لاينر اي قلم تحديد للشفايف بني. ده تقريبا كان MN. بعد كده دي باليت جيكات تاني، احط درجة كده على مديه على نبيتي فاتح شوية. جماعة اللوك ده تقدروا تروحوا بيه مناسبة، فرح، خروجة، مش هتحتاجوا ان انتوا حد يعمل لكم ميك اب اصلا. هزود بلاشر شوية، ده سيبال درجته 05 وبس كده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله، واشوفكم على خير. باي باي.